كل سنة وانتوا طيبين بمناسبة شهر رمضان. النهاردة بقى هنعمل صينية البطاطس بالفراخ. أحلى صينية ممكن تقدميها أما يكون عندك عزومة. يلا بينا نبتدي. هنحتاج بصلتين متقطعين صغير، وهنحتاج فلفلاية كوبي، وهنحتاج حوالي 4 بطاطسات. هقطعها 4 بطاطسات كبار، هقطعها بالشكل ده، مش عايزاها تكون ولا تخينة ولا رفيعة، تكون متوسطة. وبعدين هجيب البصلتين، وهجيب بقى الصينية بتاعتي، وهبتدي بقى ان انا اتبلها كويس. عايزاكم بقى تركزوا في الخطوات دي، عشان خاطر انا هتبلها بابسط الحاجات اللي هتطلعها بقى ايه بالطعم المصري الاصيل اللي احنا متعودين عليه. هحط رشة ملح، وهحط رشة فلفل اسمر. في ناس كتيرة بتقوم جاية مقطعة البصل يعني كده، اللي هو كبير شوية، او اسمها دواير، دواير. ممكن برضو تقطعوه كده لو تحبوها، بس انا الصراحة بحبها يبقى متقطعة صغير، بتدي فليفر احلى. واهم حاجة ان انا ادعك البصل كويس جدا 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 بالملح والفلفل الاسمر، عشان خاطر ينزل المية اللي فيه. صدقوني الخطوة دي هتفرق. وبعدين بقى اقوم حاطه البطاطس بتاعتي، طبعا بكون غسلتها كويس جدا. وبعدين ابتدي احط التوابل. حطيت بابريكا، وحطيت رشه فلفل اسمر، وحطيت رشه ملح، وحطيت رشه حبهان باودر. لو ما عندكمش حبهان باودر ممكن تحطوا 2 3 من الحبهان اللي هو الحبات ده. وحطيت رشه ورق لورا، برضو نفس الحكايه. لو ما عندكمش ورق لورا باودر ممكن تحطوا 2 3 من ورق اللورا. الحاجات دي بتضيف للبطاطس طعم وريحه جميله. وافضل بقى ادعك البطاطس بالبصل كويس جدا جدا جدا، عشان خاطر كده كلهم يتبلوا مع بعض. ولو اول مرة تشوفوني ما تنسوش تشتركوا في القناة، ولايك وشير للفيديو. وكمان هكتب لكم كل المقادير دي تحت في صندوق الوصف. وما تنسوش كمان تعملوا فولو الاكونت بتاعت الانستجرام والفيسبوك والتيك توك. وبعدين بقى هنزل بقى بالفراخ بتاعتي. انا جبت فرخة كده كاملة وقطعتها. وبعدين بقى ايه، هقوم بقى البصل اللي انا تبلته تحت كده بالملح والفلفل الاسمر، وتتبل بقى بشويه التوابل بتاعه البطاطس دي، هدعك بيها الفراخ كويس جدا. وطبعا بكون غاسله الفراخ طبعا قبلها يعني كويس قوي، غسلها بالملح والخل والليمون، وانقعها كده. انقعها حوالي كده مده كويسه، تلت ساعه كده ولا حاجه، عشان خاطر ايه تنضف كويس. واشطفها واحطها بقى. وبعدين بقى هنزل بعصير الطماطم. هحط كده حوالي زي نص لتر من عصير الطماطم، يعني ممكن دول ما يعادل يعني نص لتر، يعني 3 كوبايات ممكن من 3 كوبايات من عصير الطماطم. عايزة اقول لكم ان صينية البطاطس دي من اكتر الحاجات المفضلة عندي، بجد انا بعشقها. وحطيت معلقة كبيرة من صلصة الطماطم. والخطوة دي بقى اختيارية، بس انا الصراحة بتضيف لها طعم عندي قوي. بحط مكعب مرقة فراخ. بجد بصوا شفتوا الصينية ما خدتش وقت خالص، وسهلة جدا جدا جدا. وما اعتقدش ان مفيش حد ما بيحبش يعني صينية البطاطس. انا من الاكلات المفضلة عندي يعني من وانا صغيرة، ولسه لحد دلوقتي بحبها قوي قوي قوي. وكمان بتبقى مناسبة جدا للعزومات، ومع اننا في شهر رمضان فهتبقى حلوة قوي لو عملتيها في اي عزومة، وعملتي جنبها كده ايه طاجن رز معمر كده، هتبقى فظيعة. طبعا بقى بقوم حاطة ايه كوباية من المية. وفي الوقت ده انا بكون مشغلة الفرن ومسخناه كويس، عشان خاطر انا هحطها في الفرن. بس قبل ما بحطها في الفرن بعمل بقى ايه كده خطوة مهمة هقولكوا عليها، بتسهل جدا ان هي ما تاخدش وقت في الفرن خالص. واهم حاجة ان عايزة الفراخ كلها تبقى متغطية ايه بصوص الطماطم، عشان خاطر تعمل لها كده ايه تقرمش كده وتعمل وش. وبعدين بقوم حطاها بقى، هي دي الخطوه اللي بقولكوا عليها اللي بتخليها متقعدش الفرن كتير. بقوم حطاها على النار، تاخد لها كده غلوتين. الغلوتين دي بتخلي زي الفراخ كده ايه تبقى زي نص سوا، والبطاطس برضو نص سوا. في حاجه مهمه نسيت احطها، فبعدين قمت حطيتها اول ما افتكرت. كل مره بنسى اعملها. بقوم حاطه ايه معلقه من السمنه او معلقه كده من الزبده. بنساها مش عارفه ليه، ما تنسوهاش الخطوه دي مهمه جدا. عايزه اقول لكم على حاجه.
اهم حاجة اوعوا المية بتاعة البطاطس تنشف. اما تطلعوا كده صينية البطاطس وتخلوها تستوى، خلوا كده يبقى فيها صوص كده، وبالهنا والشفا هتدوق احلى صينية بطاطس. باي باي.